سلام من الله عليكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في خبر عاجل، المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي يعيد الكوميسير ميسي للعمل بعد 7 سنوات من التوقيف. إليكم التفاصيل. مفاجأة سارة بعث بها المجلس التأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني بداية من الأسبوع الجاري إلى العميد محمد الصادقي الملقب بميسي، المثير للجدل إثر التوقيع على عودته إلى صفوف الأمن الوطني بعد توقيف دام لأزيد من 7 سنوات، إثر متابعة قضائية عرفت الكثير من الفصول المثيرة في قضية بارون الشهير لتجارة المخدرات. وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت شهر مارس 2022 حكمها ببراءة العميد الممتاز محمد الصادقي المعروف بميسي من جميع التهم الموجهة إليه في الملف الذي كان متابعا فيه بتهم ثقيلة رفقة مسؤولين كبار في الأمن والدرك. وكان محمد الصادقي هو الوحيد الذي حصل على البراءة بعد محاكمة ماراثونية دامت أزيد من 12 ساعة، فيما صدرت أحكام قاسية في حق باقي المتورطين في هذه القضية. وتم إلحاق العميد محمد الصادقي بالمنطقة الإقليمية لأمن الرشيدية، حيث من المنتظر أن يتم إلحاقه بمنصب المسؤولية نظرا لما أبان عنه الرجل من علو كعبه خلال السنوات التي ترأس فيها مفوضية الشرطة بولاية تيمة والمنطقة الإقليمية بإنزجان. واستحسن متتبعون للشأن الأمني التفاعل الإيجابي للمدير العام للأمن الوطني بعد إدلاء العميد ميسي بالقرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به. وسرعت المديرية العامة للأمن الوطني أمر إرجاعه للعمل مع ما يترتب على ذلك من حقوق.